نحكيو اليوم على بطل ساهم نجاحه في الترويج والتعريف ببلاده في العالم الكل، واللي يعتبر فيها واحد من أهم وأبرز الرياضيين على مر التاريخ. شخصيتنا هو العداء الإثيوبي هايلي جبرسلاسي. كانت بدايته أقل ما يمكن القول عليها صعيبة وقاسية. تولد هايلي في عائلة متواضعة برشا في أفريل عام 1973، وفرضت عليه الظروف من اللي هو صغير باش يقسم روحه بين القراية والخدمة في السوق باش يعاون في مصروف الدار. هايلي كان يمشي ويروح على ساقيه خاطر ما كانش فما حتى وسيلة نقل تهزه هو والصغار اللي كيفه، وكان يعمل في 20 كيلومتر كل يوم 5 مرات في الجمعة. وباش ما تطويلش عليه ثنية ويقلق كان يعديه طريق كامل يجري لين ولا العدو هواية يرتاح فيها. وكبر هايلي وكبرت معاه موهبته، ولات هواية الصغر هي حياته الكل، وقرر اللي باش يوصل ويولي واحد من أكبر العدائين في العالم. وفي عام 1991 شارك في أول سباق، وكانت مسابقة وطنية للعدو الريفي، لكن هايلي مربحش وكمل الخامس وقتها. الشيء اللي ما منعوش باش يجلب انتباه مدرب أوروبي كان حاضر وشاف البوتنسيال اللي كان عنده، وعرف اللي السيد هذا يستنى فيه مستقبل كبير. نظرة المدرب ما كانتش غالطة، وجاء التتويج والشهرة في شكل مطر قوية متاع ميداليات من المعادن الكل وفي جميع المناسبات، وربح 4 ألقاب عالمية و2 ميداليات أولمبية، آخرها في أولمبياد سيدني 2000، وين تحدى الإصابة اللي كانت عنده وعمل واحد من أقوى ليكورس في التاريخ، وكمل الأول بعد مجهود جبار أبهر به كل متتبعي الرياضة متاعه. هايلي حتى مزادة أكثر من 21 رقم قياسي في مسيرته الكل. انت زادة تنجم تكون كي بطل قصتنا هذه، جوست حط أوبجيكتيف حياتك قدامك وقول أنا نحب نولي كيما هايلي.